السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم في ملخص حلقات الأمانة. في أول مشهد من الحلقة ساحر كتدخل الغرفة هي ويوسف وكيوريها يوسف البلاصة اللي علق فيها وهو عمو يمان اللوحة ديالو ديال الرسم. من بعد كيطلب يوسف من العم ديالو التقط ليه صورة هو وخالته سحر قدام اللوحة. كيحيد يوسف صباطو كيطلع فوق الفوتوي وكيعنق خالته كيطلب منها تضحك. كيسول عمو يمان وكيقول ليه واش خالتك كتضحك. كيجاوبو عمو يمان وكيقول ليه لا ما كتضحكش. كتبتسم سحر ومن بعد كيصورهم يمان ويوسف كيطلب منهم انهم يتصوروا بثلاثه. كتقول لي سحر مره اخرى حيت كنحس براسي عييت. قال لها يوسف غير صوره وحده. كتقول ليه وكيفاش غنتصوروا. قال لها يوسف غنتصوروا سيلفي. كيطلب منها يوسف تقرب لعندهم باش تبان في الصوره وكيطلب منهم يبتسموا ومن بعد كيتصوروا. سحر كتقول ليوسف بلي وصلت الوقيته ديالو ديال النعاس وبلي خاصو ينعس لكن هو كيطلب منها يلعبوا شويه حيت ما لعبوش اليوم. كتقول لي سحر حتى الغدا ولعبوا. كيقول لها يوسف واش هذا وعد. كتجاوب وكتقول ليه ومن بعد كتقول ليه تصبح على خير وكتمشي. وبمجرد ما كتدخل سحر الغرفه ديالها كتنعس. وفي مشهد اخر اقبال كتدي سعاد البابونج الغرفه ديالها باش يهدن ليها اعصابها وتنعس. سعاد كتقول لاقبال بلي بغات تقول لها واحد الحاجه ولكن بلا ما تعصب. كتقول لها اقبال شنو بغيتي تقولي. كتقول لها انا موثقاش من الخطه ديالك حيت سحر بحال القطه بسبعه الارواح كل مره كتخرج منها كتقاطعها اقبال وكتقول لها بلي يوسف ما غاديش يخرج منها الا خرجت منها سحر. وهي شربات الدواء دابا وفي هاد اللحظه غتكون سحر نعسات وغدا غتبقى ناعسه بحال الميته. شغلنا دابا مع يوسف خاصو يشوف خالته في السرير ديالها بحال الميته وهكذا اكيد غادي يتفكر ماماه. يوسف كيدخل الغرفه عند خالته وهو هاز في يديه طوموبيلته كيبوسها وكيحاول يعيط عليها ويقول لها بلي جا وبلي كانوا متفقين بلي غادي يلعبوا بزوج. حاول بزاف ديال المرات باش يفيقها ولكن بلا حتى فايده. كيمشي يوسف لعند عمو يمان وكيديه معاه لعند الخاله ديالو الغرفه. وهنا غادي ننتقلوا لعند ايناس في الكوزينه اللي كطيب الكيك وكيدخل عندها الكوميسير. كيكب الماء في الكاس وكيخرج بلا حتى ما ينطق كلمه واحده مع ايناس. وهو خارج كيدخل عم عثمان الكوزينه وكتقول ليه ايناس بلي عنده الحق في الهضره اللي قال ليها بخصوص كونها ما خاصهاش تبان قدام الكوميسير لواحد الفتره. كنرجعوا للقصر يوسف شاد في يد عمو وغادي بالغرفه عند خالته. كيدق يمان الباب وملي ما جاوباتو السحار كيدخل عندها. كيحاول يوسف يفيقها. يمان كيطلب من يوسف يبعد شويه على خالته باش يقيس ليها النبض في يديها ومن بعد كيحاول حتى هو يفيقها. كتفيق سحر وكيعنقها يوسف وكيسولها واش كدرها شي حاجه. كترجع عاوتاني تنعس ويوسف باقي معنقها. كيطلب منه عمو يمان يخليها ترتاح وغير يكمل فطورو ويعاود يرجع لعندها. كيسول عمو وكيقول ليه واش يقدر يفيقها ملي يرجع. كيقول ليه يمان كيحل الشرجم ديال الغرفه وكيحيد ليه الخاميه. وقبل ما يخرج من الغرفه كيبقى واقف وكيشوف السحر ومن بعد كيخرج. ايناس كتنظف الحمام وملي سمعت الكوميسير جاي حاولت تسد الباب باش تفادى يشوفها. الكوميسير كيحاول يفتح باب الحمام. كتقول ليه ايناس بلي ملي شافتو جاي سدات الباب لكن ما بقاش باغي تفتح ليها. كيقول لها الكوميسير حيدي من مورا الباب باش نفتحو. كتبعد ايناس وكيفتح الكوميسير الباب. كيطلب من ايناس تخرج الى سالات. ايناس كتقول للكوميسير بلي كون قالت ليه الحقيقه كلثوم قالت ليها بلي غتموت داكشي علاش خافت وما قالت ليه والو. يوسف وإقبال كيدخل عند سحر وإقبال جايبه الفطور لسحر ويوسف كيقول لها بلي باقي ما فاقتش لدابا وكيقول لخالته بلي وعدته بلي غادي يلعبوا بزوج. كتقول ليه إقبال بلي خايفه وقع ليها كيف ما وقع لماماك. يوسف كيسكت وكيشوف إقبال كتقول ليه علاش الحد ديالك داير هكذا. دازو عليك بزاف ديال الحوايج وانت باقي صغير. اولها خسرتي باباك وماماك وتقدر تخسر حتى خالتك. وكتقول ليه بلي هادشي صعيب بزاف وبلي هي حاسه به وبلي تقدر تموت خالته حتى هي بحال ماما. العم عثمان كيتصل بعمة الكوميسير وكيحاول يفهمها بلي علاقه الكوميسير وكلثوم متوتره. الكوميسير في الغرفه ديالو كيدخل عنده العم عثمان وكيسولو كي داير. كيقول ليه بخير. كيقول ليه بلي عمتو كتسول امتى العرس باش تجي تعاونو في التحضيرات. وكيقول ليه بلي خاصو يتاخد قرار ويدوي مع كلثوم حيت الناس كتسول علاش باقي ما داروش العرس داكشي علاش بغا يحطو في الصوره. وكيكمل هضرته وكيقول ليه بلي الا ما عطاهاش جواب نهائي غتبقى تجي وتبقى دير ليه المشاكل. بصح الهضره في هاد المواضيع ماشي سهله لكن دائما في حياه الانسان كيكونوا مواقف بحال هكذا وخاصو يتاخد قرارات صعبه. كيجاوب الكوميسير وكيقول ليه بالعكس هاد القرار سهل. وفي الاخير طلع كلشي كيشبه الاخر بحال كلثوم وغيرها. صدقني ماشي قرار صعيب بالمره كلشي غادي يسالي. العم عثمان كيقول ليه هادشي كيعني بلي غدوي مع كلثوم. كيقول ليه الكوميسير غندوي معاها وفي اقرب فرصه.
خاصني نمشي دابا حيت عندي خدمه حتى العشيه ونكملوا الهضره. كيخرجوا بزوج من الغرفه. وفي مشهد اخر إقبال وسعاد في الحديقة ديال القصر فرحانين ملي تهناو من السحار. إقبال كتقول سعاد كلشي غادي كيف ما خططنا ليه، باقي غير شويه ونتهناو من السحار. سعاد كتسول على الوضع ديال يوسف، وإقبال كتقول ليها بلي حتى هو غادي نحلو مشكلته، ومن بعد ما بعدنا على خالته ولا ضعيف بزاف، خاصني نهتم به كتر ابتداء من دابا. يوسف جاي لعند إقبال وسعاد، كتسولو إقبال مال مقلق، كيجاوبها بلي كان عند خالته وبلي باقي ناعسة، وكتقول ليه ما ديرش في بالك. قالت سعاد لإقبال بلي مامات يوسف حتى هي كانت كتنعس بزاف. كتجاوبها إقبال وكتقول ليها بلا ما تفكريني كان كيمشي وكيرجع لعند ماماه 1000 مرة وكيلقاها ناعسة. كتسولو سعاد واش خايف يوقع لخالتك كيف ما وقع لماماك، كيبكي وكيقول ليها سعاد كتقول ليه بلي كتقطع في القلب وبلي عنده الحق يتقلق حيت خسر باباه وماماه، ودابا خالته حتى هي في نفس الحالة. إقبال كتقول يوسف يمشي يلعب في الجردة وهو كيمسح دموعه وغادي. إقبال كتقول سعاد بلي غادي يتهناو وغادي يخرجوا يوسف من القصر، وكتقول ليها بلي خاصها ترد البال بخصوص الخدمه ديالها مع يمان وما دير شي حاجه اللي تخليه يتعصب منها في هذه الفتره. كتجاوبها سعاد وكتقول ليها بلي بلا ما تهز الهم. كتقول ليها إقبال في هذه الحاله غادي تاخدي المنصب اللي كتستحقي في الشركه، وقالت ليها بلي غادي تدوي مع يمان وتقول ليه بلي الاسهم ديالها في الشركه غادي يوليو بسميتها، وهكذا غتولي قريبه من يمان كتر. قالت ليها سعاد واش في نظرك غادي يقبل يمان؟ قالت ليها إقبال بلا ما تشكي في هذا الشيء. سليم متوتر، كتعطيه الخدامه الطلبيات اللي صايبت ليه سحار، كيسول على سحار وقبل ما تجاوبو كتعيط عليها الخاله خديجه من حيث خلات البوطه مشعوله. سليم كيبان ليه يوسف جالس بوحدو في الحديقه وهو مقلق. كيسولو سليم شنو كيدير تما بوحدو وكيسولو على خالته، وكيقول ليه يوسف بلي خالته ناعسه. سليم كيوصي يوسف يسلم على خالته ملي تفيق، ويوسف كيسول سليم شنو كتعني كلمه يتيم. كيجاوبو سليم وكيقول ليه الكلمه ديال يتيم كتعني الشخص اللي ما عنده حتى واحد، ولكن انت عندك بزاف ديال الناس بحال خالتك مثلا. وفي مشهد اخر يمن غادي في الحديقه ديال القصر وكيجوي في الهاتف، كيبان ليه سليم مع يوسف كيسالي المكالمه، ومن بعد ما كيلاحظ سليم التواجد ديال يمان كيسلم على يوسف وكيمشي. يمان في المكتب ديالو كيدي ليه منير القهوه، وكيسولو يمان على يوسف، كيقول ليه منير بلي دخل من الحديقه ومشى لعند خالته، ومن الصباح لدابا مشى لعند خالته بزاف ديال المرات باش يشوفها واش فاقت. يمان كيطلب من منير يحط ليه القهوه فوق المكتب حتى يرجع. يمان كيدخل عند سحار وكيلقى يوسف معنقها وناعس حداها. يمان كيهز الدواء اللي كتاخد سحار، كيفتح القرعه ديال الدواء ومن بعد كيعاود يسدها، وكيهز يوسف الغرفه ديالو. وهنا غادي نعاودو ننتقلوا لعند العم عثمان وإناس كتوجد طابله الماكله، والعم عثمان كيطلب منها تحط ليه غير اللي هاوليه الماكله حيت الكوميسير عالي يقدر يتعطل. كتقول ليه إناس بلي الكوميسير باقي معصب. كيقول لها العم عثمان ماشي هكذاك، وانما حيت عنده بزاف ديال الامور شغلاه. إناس كتسول عم عثمان واش هو مقلق، واش كاينه شي حاجه ما عرفهاش. كيجاوبها العم عثمان وكيقول لها بلي هو بخير، غير خايف على علي وهو في هذه الحاله يتاخذ شي قرار غلط وما يقدرش يتراجع ليه في المستقبل. يمان في المكتب ديالو كتدخل عنده إقبال وكيقول لها مزيان ملي جيتي، كنت بغيت ندوي معاك في واحد الحاجه. يوسف كان اليوم في الحديقه بوحدو، مع العلم نبهتك وقلت لك ما تخليهش بوحدو ودائما خاصو يكون شي واحد بجنبو. كتقول لي بلي فهمات وغتولي ترد البال ليوسف كتر، ومن بعد كيسولها علاش جات لعندو. كتقول ليه واخا ما رزقنيش الله بولد، لكن نتوما عائلتي ماشي غير ضياء وسعاد، واللي بغيتو منك هو ان سعاد تخدم معاك. انا عارفه بلي هاد الشركه كتخص غير العائله ديالكم، ولكن انا قررت نعطي لاختي الحصه ديالي في الشركه وهي اللي غادي تمثلني في الشركه، طبعا الا ما كانش عندك حتى مشكل. كيسولها يمان واش انت متاكده حيت هذا القرار مهم. كتجاوب وكتقول ليه كيوافق يمان وكيقول لها غادي نديروا اللي بغيتي. وهنا كتشكلوا إقبال وكنتقلوا لعند سليم اللي كيحاول يتصل بسحر. سحر في الغرفه ديالها ناعسه، ملي ما كتجاوبش كيصيفط ليها سليم رساله صوتيه وكيقول لها بلي خدات الطلبيات وكيتمنى تكون بخير. إقبال وسعاد في الغرفه فرحانات حيت كلشي غادي كيف ما مخططين ليه. إقبال كتوصي سعاد تخدم مزيان في الشركه باش هكذا تبين راسها قدام يمان.
سعاد كتوعد إقبال بلي غادي دير كاع اللي في جهدها، لكن خاصهم يخرجوا يوسف وسحر من حياتهم. كتجاوبها إقبال وكتقول ليها بلي الخطة غادية مزيان وبلي في بالها شي حاجة غديرها اليوم. سولتها سعاد شنو اللي في بالك؟ قالت ليها اليوم غتعرفي كلشي. إقبال في الغرفة ديالها كتفرج في الفيديو ديال يوسف وماماه، فيديو اللي كيبان فيه يوسف كيخطي أول خطوة ليه.